بكره اجازه، مش عايزين ننام دلوقتي. يلا هاتوا ولادكم وفرجوهم على الحلقة التانية من جاهزين للمدارس. جاهزين؟ ربنا يوفقكم. النوم بدري مش عقاب ولا حاجة وحشة زي ما كنا فاهمين، لكن ربنا خلق فينا ساعة اسمها الساعة البيولوجية، عاملة زي المنبه كده بالظبط في جسمنا. هي مظبوطة اننا ننام بعد ما الشمس تغرب والدنيا تبدأ تضل، علشان جسمنا في الوقت ده بيبدأ يفرز هرمون اسمه هرمون الميلاتونين، وده اللي بيساعدنا نحس اننا نعسانين وعايزين ننام. بس تعالوا اقول لكم بقى هيحصل ايه لو مش بننام بدري. مناطق التعلم والذاكرة في الدماغ بتبدأ تقل، وبالتالي نسبة الذكاء الاي كيو بتقل. نمو جسمنا وطولنا وتكوين عضلاتنا هيتأثر، علشان الهرمون اللي مسؤول عن النمو جزء كبير منه بيتم اطلاقه في الجسم اثناء النوم. ثالث حاجة هنعيا كتير، لان قلة النوم بدري بتأثر بشكل سلبي على تطوير جهاز المناعة، وده طبعا غير السمنة وامراض القلب وامراض تانية كتير. وللاطفال الصغيرين شوية عدم النوم بدري بيخليهم يصحوا بمزاج وحش وزن واريافة بلا هدف، تشتت في الانتباه او نشاط زيادة، وممكن كمان عدوانية او اندفاع، لدرجة ان تم تشخيص نسبة كبيرة جدا من الاطفال بالخطأ ان عندهم اضطراب فرط حركة، في حين ان المشكلة كانت اصلا في النوم. عشان كده محتاجين نظبط ميعاد النوم، هنخليه ميعاد ثابت عشان ساعتنا البيولوجية تبدأ تتظبط، وهنخليه بدري عشان نلحق ننام نوم عميق ذو جودة. وعلى الاقل بساعة قبل النوم هنلغي الشاشات، علشان النور بتاعها بيمنع افراز الميلاتونين اللي بيحسسنا بالنعاس ويخلينا ننام.